اهو ها جاي معاك معاك جاي معاك يا معلم. جاي معاك بسم الله. يا معلم صلي على النبي. ده حاطط مكياج ايه؟ ازاي كل ما تطلع تصطاد تاخد سمك؟ تعالى اقول لك تاخد سمك ازاي. تعالى كده. شويه حاجات بسيطه لو عملتها كل ما تطلع على الميه هتاخد سمك. خد بالك من التفاصيل الصغيره هي اللي هتخليك هتاخد سمك. بص يا معلم، عشان تطلع تصطاد على البحر لعمه انت طالع تصطاد ايه؟ انت طالع تصطاد الذكر الاحمر اللي هو بيقول فراوله الكلام ده كله. الابريق لسه ما اشتغلش، ممكن يغلط معاك بياض والكلام ده كله. فهتشتغل ازاي؟ انا بشتغل بخط 30 فتله 18. فتله 18 دي لو علقت عليها سمكه كده هتطق، بس مع عود رقع زي ده بتبقى مثلا في عزم مع عود جبر 40. ما بتديش عزم وتاخد وتدي معاك، ولها مميزات كتير بتسرق السمك. طب ما انا ما احط بقى، طب ليه انا ممكن احط ارمل ب 35 واحط 40 على المكنه مثلا؟ طب ما انا بحط خط رفيع ليه؟ لان ده اللي هيخليك تاخد سمك. الحاجات الصغيره اللي انت بتستقل بيها ديت هي اللي هتخليك تاخد سمك. الخيط 18 اللي على المكنه 30. بص الفله قد ايه، بص الرصاص اللي انا حاطه على الفله قد ايه، تعرف قد ايه الفله صغيره. حاطط حمصتين. الفله دي بتبقى خفيفه، تيجي تاكل معاك سمكه تحس بالتقل بتاع الفله. ما الفله تقيله هتسيبها مش هتكمل. كده ما تبقى الفله خفيفه مع خيط خفيف تسرق السمكه وتطلع معاك. اقول لك في الفيديو اللي جاي تفاصيل كتير عن البحر الفرعوني وهتصطاد فين وهتطلع سمك ازاي والكلام ده كله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يلا نبتدي الفيديو كده، وليك اي استفسار اكتبها لي في الكومنتات. صور يا عم فهد. بصوا يا جدعان، لو بصوا يا جدعان، صلوا على النبي يا جدعان. جبت سمكة. صلوا على النبي يا جدعان. يا لهوي. يا فين يلا؟ يا فين؟ قطعت السن. خلي السن فوقها. بسم الله يا معلم. لا يعني انت عملت علي. بصوا يا جماعه، الفتله ضعيفه لدرجه ان هي قطعت الفتله اهي. بس الفتله الضعيفه دي بتسرق السمك. يعني الفتله ضعيفه ايوه بتاع، بس بتسرق السمك. وطالما العود بتاعك رقع ما تخافش عليه، هتدي عزم للسمكه انها تقطع. هي ما خدتش عزم وقطعت الا لما انا رفعتها على الخيط. لما رفعتها على الخيط قامت قطع. لكن الفتله الصغيره بتسرق السمك. بس انا استاذ سمكة. اطلع يا حاج، اطلع يا حاج. اجيبك بقى تاني. هات هنا، هات الحاج ظهر اهو. اظهر يا حاج تاني، اظهر. الصلاة على النبي. صور يا بابا صور يا بابا. اطلع انت غبة فاهم. انا غير بس يلا مش مشكلة. اهو جاي معاك جاي معاك يا معلم. جاي معاك بسم الله. يا معلم صلي على النبي. ده حاطط مكياج ايه؟ جاي معاك. جاي انا اصطدت سمكة. تعالى علي قول لهم انت اصطدت سمكة. ليك اي استفسار اكتبها لنا في الكومنتات. ده شغل الاعمى. الصلاة على النبي يا حاج، من سكات كده. طب قول نصورك. تضرب في الخباثة يا حاج. ماشي يا فهد، انت رميت على دماغه عشان جبدك احمر. الصلاة على النبي. طب العياشة دي هنعمل فيها ايه؟ ده انا عايزة وتد مش عايزة شاطية بقى عشان تثبت. خلاص يا جماعة، هنختم الفيديو بتاع النهاردة على كده، وبارك الله فيما رزق. الفكرة مش انك تقعد تتفرج على سمك، يعني الفكرة مش كل شوية تتفرج على فيديوهات، كل ما تشوف سمكة كبيرة في فيديو في بتاع تقعد تدور وتتفرج والسمكة ما هتفضل تتفرج. المغزى من الفيديو يا صاحبي لازم تطلع منه بمعلومة، سواء مني او من غيري. يعني مش بكلمك عليا عشان تتابعني او الكلام ده كله.
او حد غيري. ودايما ركز او عايز قلد او عايز تتعلم صيد على الميه اللي قريبه منك او شبه الميه اللي انت فيها، مش اي ميه تشوفها في اسكندريه او هنا او هنا والناس بتعمل عليها طرق صيد هتنفع معانا هنا مثلا في وجه بقى في المنوفيه مثلا في القليوبيه والكلام ده كله. لا، كل ميه وليها شغل، كل ميه وليها طريقه شغل. الفكره انك تاخد بالك من المعلومات اللي هي بتتقال علشان تاخد سمك. نوع السن، الترميله، الطول، الدور، تسرح ازاي، العود بتاعك ايه. ما مش طالعه تصيد وخلاص عشان تطلع تاخد سمك. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. يلا كل سنه وانتم طيبين.